السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى محبين ومتابعين قناة دارين للحلوين والطيبين، اخواتي وحشتوني كتير. طبعا انتوا شايفين انا معايا طبق كبير فيه خضار مشكل. ايوه انا اللي حطيت الخضار في البرطمان. تعالوا كده شوفوا هنعمل ايه. معايا جزر ومعايا خيار ولفت وبصل قوارمة وقرنبيط وفلفل وبنجر. وبصوا بقى جايبالكوا خضار تشكيلة حلوة قوي. انا دلوقتي مسكت الجزر بتاعي وقطعته بالقطاعة المخلل الجميلة دي، ومسكت طبعا اللفت وهقطعه بنفس القطاعة اللي بتعمل لي الشكل الزجزاجي الجميل ده. طبعا انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه. ايوه وطالما عرفتي اعملي لي اللايك والاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، والدال على الخير كفاعله. قبل اي كلام يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا مسكت الخيار وقطعته والجزر وقطعته واللفت، وطبعا هقطع كمان القرنبيط، ومعايا بصل صغير قوارمة، ومعايا فلفل كمية فلفل. طبعا مش معايا قرن واحد، ابتديت ان انا اقطعه بالقطاعة بس للاسف ما ظبطتش، فهجيب المقص بتاعي وانا اللي قصقصت الفلفل. ايوه هقصقص الفلفل كده زي ما انتم ما شايفين. بس انا طبعا مش هقطع الخضار كله قدامكم، انا هقطع من كل حاجه حاجه بس عشان اوريكم الفيديو بس هنعمل ايه. وطبعا عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو فهقطع كله واجيلكم. انا هنا قطعت كله زي ما انتم شايفين كده، ما عدا البنجرايه قطعتها وسبتها في طبق لوحده. شايفين الخضار؟ اللهم بارك اللهم بارك. لونه جميل. الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه. حطيت عليه كام فص توم، ده بيحافظ لي عليه وبيدي طعم حلو قوي للمخلل. وطبعا هبتدي اجيب 3 4 معالق هريسه. لو ما عنديش هريسه هجيب فلفل احمر وافرمه في الكبه، هيقضي نفس الغرض. وهجيب البرطمانات بتاعتي اللي انا عقمتها وغسلتها بالميه السخنه، وبعد كده عقمتها بالخل، وهبتدي اعبي الخضار بتاعي ده. بس مبدئيا كده هحط في القعر معلقه هريسه. شايفين كده؟ هبتدي بقى اعبي البرطمان بتاعي. هعبي 2 من غير بنجر، وبعد كده الكمية الباقية هحط عليها البنجر. او البنجر اهو هحطه على الكمية الباقية. انا عبيت 2 فاضل لي برطمانين. هقلب بقى الخضار كويس. هجيب برطمانات التانية البرطمانين التانيين وهعبيهم فيهم، وهبتدي احط بردك. نسيت هنا احط معلقة الهريسة فاحطها. ايه الجمال ده! وصلتي معايا لهنا؟ دعوة حلوة من القلب توصل للقلب. طبعا انتوا عارفين ان احنا خلاص رمضان على وصول. ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا جبت ميه وحطيت عليها نص كوبايه خل، وهحط عليها معلقتين سكر، ولكل لتر ميه هحط 4 معالق ملح. الميه الاولانيه دي وهحط عليها هريسه. هحط المحلول الملح ده الاول للبرطمانين اللي فيهم البنجر. شايفين كده؟ هقلب واحط معلقه الهريسه واقلبها كويس. يا جماله! طبعا السفرة بتاعت رمضان ما تحلاش الا بالطبق المخلل اللي بيبقى مزينها ده. هبتدي بقى ان انا اشرب البرطمانات بتاعتي بالمحلول اللي انا عملته. شايفين كده؟ دول للبرطمانين اللي فيهم البنجر. تمام كده. هجيب بردك ميه تاني واحط فيها خل وسكر وملح. معلقتين سكر ولكل لتر ميه 4 معالق ملح ومعلقه كركم. هعمل البرطمانين التانيين بالكركم، يبقى عندي برطمانين لونهم اصفر واتنين لونهم احمر. يا جمال ميه المخلل! انا من عشاق شرب ميه المخلل، عشان كده بحب اتوصى بالوانها. شايفين شكل الخضار في البرطمان؟ يا جماله يا جماله! مش انا اللي قلتلكوا انا حطيت الخضار في البرطمان؟ صدقتوني؟ شايفين بقى البرطمان الرابع؟ شايفين لون المية بقت صفرة وجميلة فيه ازاي؟ والتاني طبعا المية هتبقى بعد كده هتبقى حمرا من البنجر. وابتدي اجيب كيس واغطي البرطمان واقفله وهرج شمال ويمين، رج 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 رج، شمال ويمين، عشان طبعا كله يمتزج. الهريسة مع المحلول الملحي مع الخضار اللي فيه،
واقلبه مرة كده ومرة كده، وبسم الله ما شاء الله هتاكلي احلى مخلل او طرش مخلل تعمليه بايدك. اصنع ايديا وحياة عينيا. اتمنى بقى تدعمونا باللايك وتنتظرونا في فيديوهات كتير ان شاء الله، سلسلة فيديوهات قوية على قناة دارين للحلوين والتعمير. يا رب دايما في قناتي دايما منورين. شايفين انا برج شمال ويمين اهو، بتأكد ان الغطيان محكمة. شايفين 4 برطمانات بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الالوان وجمالها بقى، القرنبيط مع الفلفل مع اللفت مع الجزر مع الخيار. يا سلام لو عندك ليمون حطي، لو عندك زيتون حطي. احنا طبعا في موسم اللفت والجزر الحقيقي هاتي وخللي. انا عملت قبل كده معاكم الجزر لوحده، وخللت بردك الخيار، وخللت معاكم اللفت، وخللنا الليمون، وادي خللنا كمان المخلل المشكل. يا رب طريقتي تكون واضحة ليكوا وعجبتكوا. شايفين بقى انا هنا كنت قاعدة عمالة العب مع البرطمانات، اقلب شمال واقلب يمين واعدله وانيمه. بصوا بقى يعني لعبت فيهم البخت بجد، كانوا عاجبني قوي. الاتنين اللي على الطرف اللي هما بالبنجر، والاتنين التانيين اللي هما بالكركم. اللهم بارك. احلى مخلل هتاكليه بايدك. يلا بقى جدعاني واعملي، لسه فاضل حوالي بتاع 10 ايام على رمضان، هتلحقي ان شاء الله تعمليه وتاكليه كمان على رمضان هيكون استوى. لو انت هتشيليه لمدة طويلة ما تحطيش خل، لكن انت لو هتاكليه قريب يعني يبقى حطي خل. بجد مخلل هتوفري على نفسك كتير. دلوقتي بقينا بنروح نشتري حبة صغيرين ب20 جنيه أو ب10 جنيه. لأ، انت هاتي كيلو من كل حاجة بسم الله ما شاء الله، هيديكي كمية وهيقعد معاكي فترة طويلة، وهتضمنوا وجوده معاكي في البيت يعني وقت ما تحبي تاكلي مخلل هتلاقيه عندك في تلاجتك موجود. بجد البرطمانات دي في المطبخ بتديني روحة فنية كده. منظر البرطمانات في المطبخ كده بتحسسني كده ان في بهجة. شايفين بقى مخللاتي. اتمنى بقى ان انتوا تنفذوا الفيديو، واتمنى ان يعجبكم، وانتظرونا في اقوى سلسلة فيديوهات جاية ان شاء الله.